الحب هو أكتر من مجرد شعور، هو فعل مستمر، هو التضحية والعطاء بلا حدود، هو إن الإنسان يختار مصلحة اللي بيحبه على نفسه، إن الإنسان يدي وهو مش مستني مقابل، يدي ولو على حساب نفسه. من أنقى صور الحب هو الإيثار، ومفيش مثال للحب ده أوضح وأقوى من حب الأم لولادها. الأم بتضحي بوقتها وراحتها وأحياناً بأحلامها عشان خاطر ولادها. تعالوا نعرف الحدوتة ورا تأسيس عيد الأم، والحدوتة ورا أغنية من أحلى أغاني عيد الأم. مساء الفل والجمال عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. حب أمهاتنا لينا بيتزرع فينا قبل ما نعرف حتى أسامينا، وبيزرع فينا الرحمة. وصحيح إن الأمومة غريزة، وإن حبنا لأمهاتنا بالفطرة، لكن الحب ده هو الأصدق والأطول عمراً مهما اختلفت شخصيتنا كبشر. كتب نابليون بونابرت لأمه: أمي العزيزة، ربما ترينني رجلاً قوياً إمبراطور يقود جيوش، لكن قدامك أنا مجرد ابنك الصغير اللي بيحن لحضنك الدافي. كتب إبراهام لينكولن: عزيزتي أمي، لو كان بإمكاني أقدم لك العالم كله لما كان كافياً لأعبر لك عن امتناني. حبك هو ما جعلني أقف صامداً في أصعب اللحظات. بالمناسبة كلامه ده عن مرات أبوه، ارجعوا شوفوا حدوتة زوجة الأب. كتب بيتهوفن لأمه: أمي حبيبتي، أنتي موسيقاي الأولى وصوتك أجمل لحن في حياتي. وأنا هنا كمان عاوزة أعيد على أمي: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، كل سنة وانتي حبي الأول وتاج راسي. أمي، مفيش كلمات توفيكي ولا حروف تليق بيكي. أمي، انتي القوة وقت الضعف، وانتي الدفى لبيتنا والباب لعيلتنا. أمي صاحبتي وأختي وشريكتي في رحلتي كأم. كل سنة وكل أم طيبة وبألف خير. عيد الأم في حواديت الحب، أهلا بكم. من حوالي 70 سنة وصلت رسالة لكاتب الراحل مصطفى أمين من سيدة بقت أرملة وهي لسه في عز شبابها وأولادها أطفال. حكت في الرسالة إزاي كرست حياتها لأولادها ورفضت تتجوز عشانهم، وفضلت تراعيهم لغاية ما تخرجوا من الجامعة واتجوزوا واستقلوا بحياتهم، والحياة شغلتهم عنها وحست بوحدة. الرسالة أثارت مشاعر الحب اللي جواه ناحية أمه، فكتب يوم 9 ديسمبر 1955 في عموده فكرة في جريدة أخبار اليوم: لما لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيداً في بلادنا وبلاد الشرق. وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة، ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها: شكراً يا أمي. لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهما أمه كملكة، فيمنعوها عن العمل ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلاً منها، ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم؟ بعد نشر المقال اتفاعل القراء مع الفكرة، واختاروا يوم 21 مارس كعيد للأم عشان يبقى مع بداية فصل الربيع. وزي ما الربيع بيجدد الأشجار ويدي الألوان للحياة، كمان الأمهات هم رمز لتجدد الحياة، وهم اللي بيدوا طعم البيوت. وفعلا كان أول احتفال بعيد الأم في 21 مارس سنة 1956، وحسب الهيئة العامة للاستعلامات أن تكريم الأم أمر ضارب بجذوره في تاريخنا المصري. فقد وجد في إحدى رسائل تل العمارنة رسالة كتبها طفل الأم عشان يحتفل بعيد الأم، والرسالة دي بتثبت لنا أن أجدادنا كانوا بيكرموا الأم وبيحتفلوا بيها. دول كتير بتحتفل بعيد الأم، لكن مفيش يوم محدد عالمياً للاحتفال بيه. كل دولة اختارت اليوم المناسب ليها، وأياً كان اليوم فالهدف واحد، هو تكريم الأم، وهو مناسبة خاصة تتجمع فيها العائلات وتعزز مشاعر الحب والامتنان لكل أم في كل مكان. واحدة من أشهر الأغاني الاحتفالية بعيد الأم أغنية ست الحبايب يا حبيبة، اللي غنتها الرائعة فايزة أحمد يوم 21 مارس سنة 1958، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكتب كلماتها الشاعر حسين السيد. وفي قصة متداولة حوالين ظروف كتابة الأغنية دي اللي بتلمس قلوبنا لحد دلوقتي. يقال إن في يوم 20 مارس سنة 1958 كان شاعرنا حسين السيد رايح يزور والدته بعد يوم متعب وطويل،
وإن والدته كانت ساكنة في الدور السادس، وبعد ما طلع 5 أدوار اكتشف إنه نسي يشتري هدية لأمه، وبكرة 21 مارس عيد الأم والوقت اتأخر، وهو كان مرهق ومش قادر ينزل 5 أدوار تاني، ومش متأكد هيعرف يلاقي هدية في الوقت ده ولا لأ. فطلع ورقة وقلم وقعد على السلم قدام شقة السيدة والدته، وابتدى يكتب كلمات يعبر فيها الأم عن حبه وامتنانه ليها، لأن الكلمات الصادقة اللي طلع من قلبه أغلى هدية ممكن يقدمها لها. وفعلا كلماته اللي طلعت من قلبه وصلت لقلوب ملايين البشر. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، لو عشت طول عمري أوفي جميلك الغالية عليا، أجيب منين عمري يكفي ولاقي فين أغلى هدية، يا رب يخليك يا أمي. خلص كتابة وخبط على باب الشقة وقدم لأمه كلماته اللي طلعت من عمق مشاعره، فلما قريتها بكت من قوة الإحساس وسألته دي ليا ولا أغنية جديدة؟ قال لها إنها ليها، بس لو عاوزة تبقى أغنية هينفذ لها ده في ساعات، فطلبت تبقى أغنية عشان تهادي بيها أمهات مصر كلها. فاتصل على طول بالموسيقار محمد عبد الوهاب وابتدى يقول له الكلمات في التليفون، وعبد الوهاب يكتبها عنده، اللي أعجب بالأغنية جدا ووعده يلحنها. وخلال ربع ساعة لحنها عبد الوهاب واتصل بفايزة أحمد، اللي لما سمعتها وافقت بدون تردد، ونزلت تعمل عليها بروفات وتحفظها عشان تاني يوم 21 مارس تذيع الإذاعة المصرية أغنية ست الحبايب بصوت فايزة أحمد. والناس أثرتهم الأغنية وابتدت تنهال الطلبات على الإذاعة بإعادة إذاعة الأغنية، وسواء كانت القصة ورا ظروف كتابتها حقيقية أو ظروف مختلفة، إلا إنه الأكيد إنه اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. الأغنية دي اتحفرت في القلوب لصدق كلماتها ورقة ألحانها وروعة إحساسها، وده اللي خلاها أيقونة دايمة لكل عيد أم. قال خليل مطران إن لم تكن الأم فلا أمة، إنما بالأمهات الأمم. الأم هي حدوتة الحب الأولى في حياتنا، الحب اللي ما بيتأثرش بالسنين. من قلبي بقدم التحية والشكر لكل أم، تضحياتكم ومحبتكم هي اللي بتصنع أولادكم. ومش هننسى أم الشهيد اللي أهدت لوطنها أغلى ما تملك، ولا اللي فقدوا أمهاتهم. صحيح هي رحلت، لكن عايشة في قلوبكم بذكريات حلوة تفتكروها، تفتكروا ضحكتها وهي دايما بتدعي لكم. هي صايبة بصمتها فيكم، وأحلى هدية تهدوها بيها تعيشوا زي ما هي كانت تتمنى، تعيشوا بحب وصدق وقلب مليان خير. اليوم ده فرصة نشكر أمهاتنا ونعبر عن حبنا ليهم، وأغلى هدية نقدمها لهم البر والرحمة. كل سنة وكل الأمهات بخير وصحة وسعادة وراحة بال. قولولي بتحتفلوا بعيد الأم إزاي؟